ده جزء من مستقبلك وجزء من وقتك المستقبلي ضايع وفي ايد حد تاني، مش في ايدك انت. ناس مش مشغوله بيا، مش مهتمه بيا، هي مشغوله بالحاجه اللي معايا. مش بنسعى ان احنا نطور كواليتي حياتنا قد ما بنسعى ان احنا نعمل زي ما الناس بتعمل. مفيش مره هتيجي المشايه هتقف وتقول لك خلاص كده انت وصلتي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا مبسوطين وبخير. اهلا بيكم في فيديو جديد. الفيديو ده هيبقى الجزء الثاني من الفيديو اللي فات بتاع الفلوس بتفكير مختلف، اللي هو تكمله للبودكاست بتاع ميل روبنز مع مورجان هاوس. بسيب لكم اللينك بتاع البودكاست تحت في الديسكربشن بوكس عشان لو عايزين تسمعوا البودكاست كامل. كلمتكم في الفيديو اللي فات عن 8 حاجات اثروا فيا وفي تفكيري في الفلوس وفعلا فرقوا معايا ماديا ونفسيا. في الفيديو ده هنكمل 8 حاجات تانيين من البودكاست فعلا هيفرقوا معاكم. متاكده ان في فكره او فكرتين هيبقوا جداد عليكم، ممكن اول مره تسمعوهم او اول مره تفكروا فيهم بالشكل ده. فلو مهتمين بالحياه الماليه الافضل كملوا الفيديو للاخر ويلا نبدا على طول. للي ما شافش الجزء الاول من الفيديو هبقى اسيبه لكم تحت في الديسكربشن بوكس، وهبقى اسيبه لكم هنا برضو. ومورجان هاوس اللي هو مؤلف كتاب ذا سايكولوجي اوف ماني. اول نقطه بقى هنتكلم فيها في الفيديو ده هو السبب الرئيسي ليه الناس مفلسه. بيقول ان السبب الرئيسي لان الناس دايما مفلسه هو ان احنا دايما بنحاول نكيب اب مع بقيه الناس، ان احنا دايما عايزين نلبس زي ما الناس بتلبس دلوقتي، ناكل في نفس الاماكن اللي الناس بتاكل فيها دلوقتي، نركب نفس العربيات اللي الناس راكبينها، نعيش في نفس البيوت اللي الناس عايشين فيها، نلهث كده وراء الناس بتعمل ايه دلوقتي، الناس بتجهز بناتها ازاي، الناس بتتجوز بايه، الناس بتعمل فرحها فين، الناس بتجيب الفساتين الافراح بكام، الناس بتدخل عيالها مدارس ايه. طول الوقت مش بنسعى ان احنا نطور كواليتي حياتنا قد ما بنسعى ان احنا نعمل زي ما الناس بتعمل، وان احنا طول الوقت حاسين ان بقيه الناس معاهم اكتر مننا، حياتهم احسن مننا، وبالتالي هم سعداء اكتر مننا. في حين ان احنا يعني لو بصينا على بقيه الناس وحطينا نفسنا فعلا مكان كل واحد، بس فعلا هنلاقي ان كل واحد عنده الجانب الحلو اللي هو مصدره للناس، وعنده او مداري الجانب الوحش اللي احنا ما نتمناهوش. كل واحد عنده مشاكله وعنده ايجابياته، بس احنا كلنا بنصدر الايجابيات، فبالتالي بقيه الناس بتتمناها. بس لو اديناهم الايجابيات والسلبيات وقلنا لهم خدوا اهي ايجابياتنا وسلبياتنا اهي، كله هيفضل ان هو يبقى عنده حياته وما ياخدش حياه حد تاني بايجابياتها وسلبياتها. عجبني قوي بقى تشبيهه بتاع التريدميل او اللي هي المشايه بتاعه الجيم، وقال ان احنا اول ما بنطلع على مشايه الجيم دي اللي هي يعني سعينا الدائم ورا الفلوس، بنقعد نهيئ لنفسنا اللي هو ايه، اول ما اوصل يبقى معايا 10000 جنيه هبقى سعيده، يبقى معايا 10000 جنيه اقول لا ده انا محتاجه 100000، اول ما اوصل لل 100000 اقول لا ده انا محتاجه يبقى معايا 500000 عشان ابقى سعيده، وهكذا. بيقول ان احنا اول ما بنطلع على العجله دي او على التريدميل دي احنا خلاص ما بنقفش. وهي فعلا التريدميل كده بتاعه الجيم، مفيش مره هتيجي المشايه هتقف وتقول لك خلاص كده انت وصلتي، هي هتفضل ماشيه طول ما انت مشغلاها هتفضل ماشيه. النقطه الثانيه اللي اتكلم عليها مورجان هي ان انا ضروري افرق ما بين انا محتاجه وانا عايزه، ما بين الوانتس والنيدز. النيدز دي او الاحتياجات، الحاجات اللي انا محتاجاها في حياتي، هي الحاجات الاساسيه اللي انا ما اقدرش اعيش من غيرها، ودي مفيش فيها تهاون، مفيش فيها ان انا استرخص، مفيش فيها ان انا ادور على كواليتي نص كم علشان خاطر اجيبها بسعر قليل عشان اوفر فلوس للحاجات اللي انا عايزاها. لا، ضروري ان انا في اكلي ولبسي الاساسي، تنقلاتي، مواصلاتي، وكمان المأوى اللي هو المسكن بتاعي، ضروري ان انا ادور على حاجه نظيفه كويسه. مش شرط ادور على اعلى حاجه واجيب اعلى من امكانياتي، ولكن ان انا ادور على اكتر حاجه مناسبه لوضعي بتوفر لي اعلى كواليتي. الحاجات الاساسيه اللي انا مش هقدر اعيش من غيرها لازم فعلا ادور على راحتي وعلى اعلى جوده، ولكن احنا ما بنعملش كده. احنا في الحاجات الاساسيه بنسترخص وبنستهبل وبنستهون قوي في اساسياتنا في مقابل ان احنا نتفشخر. معلش it's a tough love. ففي مقابل فعلا ان احنا نوفر الفرعيات او الوانتس، الحاجات اللي انا عايزاها. انا عايزه البلوزه دي عشان هتخليني مبسوطه، عايزه الايفون الجديد عشان هو ده اللي هيخليني مبسوطه، انا عايزه العربيه احدث موديل علشان هي دي اللي هتخليني مبسوطه وشبه فلانه اللي جوزها جابها لها وشبه علانه اللي جوزها عمل لها مش عارفه ايه، عايزه بيتي يبقى في الحته الفلانيه علشان ابقى ساكنه جنب فلانه، انا عايزه فستان فرحي يبقى من الديزاينر الفلاني عشان صاحبتي عملت فستان فرحها عنده، عايزه فرحي نفسه يبقى في الفينيو الفلاني علشان صاحبتي عملت فرحها هناك، وهكذا وهكذا وهكذا. مورجان بقى بيقول لنا انه الحاجات اللي احنا عايزينها دي بتسبب لنا سعاده لحظيه وقتيه، على حسب بقى هي قد ايه. لو بلوزه هفرح بيها يوم يومين، لو فرح هفرح بيه سنه سنتين، وهكذا. يعني اللي هو عارفين على كل حاجه على قدها وعلى قد اللي اتصرف فيها، بس هتعمل لي سعاده مؤقته، والسعاده دي مش دايما طول ما انا ما فيش حاجه بترضيني.
طول ما انا راكبه على المشايه وعماله اقول ده انا لما اوصل هناك هبقى احسن، اوصل هناك ما بقاش، ده انا لما اوصل هناك هبقى مبسوطه اكتر، اوصل هناك ما بقاش برضو. فطول ما انا في العجله دي عمر ما الاشياء الماديه اللي بتشترى ما هتبسطني. النقطه الثانيه اللي هو بيقول لنا فيها بقى ان انت لو بتشتري الحاجات دي على الكريدت كارد بتاعك او بالدين، يعني بالتقسيط، سواء بقى بتقسطيها بتدفعي بالكريدت كارد وتقسطي للبنك وات ايفر بقى، فانت كمان بتفضلي سعادتك اللحظيه، هي احنا كلنا متفقين على انها مؤقته، انت بتفضليها على امانك المستقبلي، وان انت تبقي دايما مديونه ودايما بتنامي على المخده وانت عارفه ان انت وراكي في اخر الشهر مثلا او في اول الشهر دين لازم تسديه، ويا ترى هعرف اسده ولا لا، ويا ترى هعرف اعيش بقيه الشهر وانا عليا ديون وهعمل ايه في حياتي. انت بتقولي لا مش مشكله كل ده يولع، مش مشكله، اهم حاجه ابقى مبسوطه دلوقتي في التو واللحظه. تهيألي لو انتوا لسه مش شايفين ان الموضوع ده فيه حاجه غلط يبقى الفيديو ده مش ليكوا بصراحه. النقطه الثالثه ودي ديسكليمر انا حاسه ان انا محتاجه اعمله زي ما مورجان احتاج يعمله برضو، وهو فكره انه الفيديو ده او البودكاست اللي هو عمله او الكتاب حتى اللي هو عمله مش غرضه ان هو يقولك لا ما تشتريش وحوشي كل قرش او كل مليم بيجيلك وما تصرفيش اي حاجه وما تفرحيش ودايما كده، اللي هو دايما لو هتشتري حاجه عشان تفرحك لا ما تشتريهاش، عيشي عيشه الراهبين الزاهدين اللي ما بيعوزوش اي حاجه. لا، الفيديو مش غرضه كده خالص. هو الفيديو ده والفيديوهات كلها اللي انا بعملها غرضها ان الواحد يبقى intentional وواعي على كل جنيه او دولار او اي حاجه، اي عمله بتطلع من جيبه، بس ان انت تبقي واعيه الفلوس دي رايحه فين، والحاجه اللي انا بشتريها دي هتسعدني دلوقتي ولا بعدين، وانا جايباها عشان ارضي بيها نفسي وعلشان اتبسط فعلا ولا عشان ابهر بيها الناس اللي حواليا. الفيديو مش غرضه خالص خالص انه يخليكي بخيله وتحوشي القرش على القرش، ولما لا قدر الله ربنا يتوفاكي الناس تلاقيكي محوشه ملايين والكلام ده كله، لا والله مش كده. الفيديو بس غرضه انك يبقى عندك وعي بس. الوعي لوحده هو اللي هيخليكي تغيري في تصرفاتك، سواء تصرفاتك الماليه تصرفاتك النفسيه، خليكي تغيري اسلوب حياتك عموما مجرد انك تبقي واعيه بالحاجه. النقطه الرابعه وهي تعريف كلمه غني او definition of rich. definition of rich ده زيه زي الديفينيشن بتاع الجود لايف او الحياه الجيده، بيختلف من واحد لواحد. يعني انا دلوقتي واحده متوسطه من طبقه متوسطه، تعريف الغنى بالنسبه لي بيختلف عن واحد ثروته 100 مليون جنيه او 100 مليون دولار. تعريف بقى الغنى بالنسبه لواحد ثروته 100 مليون مثلا بيختلف عن تعريف واحد ثروته مليار مثلا. وتعريف الغنى بالنسبه لنا كلنا بيختلف عن واحد ثروته لا تتعدى ال 3000 جنيه. فاهمين؟ فكل واحد مفهوم الغنى بالنسبه له مختلف عن غيره. النقطه دي انا عايزه اوصل منها لحته انه مهما بقى معاكي فلوس هتفضلي عايزه حاجات، فلازم برضو يكون عندك تعريف لانتي عايزه ايه بالظبط من الحياه، عايزه تعيشي ازاي، ايه اللي هيخليكي ممتنه وجريتفول وكونتنت. زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات، في فرق ما بين ان انا اكون سعيده، لان السعاده دي مفهومها هلامي جدا، وده اللي للاسف شركات الدعايه بتعتمد عليه، انها بتحسسك ان انت هتبقي سعيده لما تمتلكي المنتج ده. حاجه هلاميه، شعور هلامي. انا ممكن ابقى سعيده دلوقتي، انا بايدي دلوقتي اكون سعيده وبايدي اكون حزينه. الحاجه اللي احنا بنسعى لها كلنا هو الشعور بالامتنان والرضا والساتسفاكشن والكونتنتمنت، اللي هو الاحساس ده، احساس ان انا مرتاحه دلوقتي في التو واللحظه، مرتاحه باللي معايا، مش حاسه ان انا ناقصني حاجه، وعادي حاجه جت هتبسط، حاجه ما جاتش هتبسط برضو، اللي هو شعور الرضا والقناعه. يعني النقطه الخامسه ودي قصه مورجان هاوسل حكاها في البودكاست، وهي انه لما كان عنده 19 سنه كان شغال فاليه في فندق يعني فخم، وكان بيجيله بقى ناس من الناس الاغنياء اللي معاهم عربيات فيراري ولامبورجيني، وهو قال ان دي كانت حاجه حلوه بالنسبه له لان هو يعني مراهق، فكان مبسوط قوي ان هو بتجيله فرصه ان هو يسوق عربيات غاليه، وكمان كانت نافذته للاطلاع على سيكولوجيه الناس الاغنياء، ازاي بيفكروا وازاي بيتصرفوا وكده. بيقول ان هو لما كان بيجيله بقى حد راكب عربيه فيراري لامبورجيني من الحاجات بقى الغاليه دي، كان دايما بيبص على العربيه نفسها، بيبص على العربيه ان هي قد ايه عربيه سو كول، وان هو نفسه يكون عنده العربيه دي. وكان بيتخيل ان هو لما يجيب العربيه دي ويسوقها الناس هتبص له في الشارع وتقول بصوا الراجل الجامد ده الكول ده معاه عربيه فيراري. ما كانش بيبص على صاحب العربيه ساعتها. فهو استشف من الموقف ده ايه؟ انه الناس مش بتبص لصاحب الحاجه، الناس بتبص للحاجه وبتتخيل نفسها
مكان صاحب الحاجه، وبتتخيل ساعتها انه الناس هتبص عليهم وهتقول شايف الست الجامده دي اللي لابسه مش عارفه ايه، شايف الراجل الجامد ده اللي راكب العربيه الفلانيه، شايف العيله الجميله دي اللي ساكنه في المنطقه الفلانيه، وهكذا وهكذا. مفيش حد مهتم بصاحب الحاجه، الناس مهتمه بالحاجه. فلا داعي ان انا يكون عندي الحاجه لابهار الناس. قد يكون عندي العربيه الفراري او اللامبورجيني علشان انا حابه اركبها، فاهمين؟ بس ما يكونش الهدف من شرائي العربية زي كده او من شرائي لأي حاجة ان انا ابهر بيها الناس، لانه كده كده الناس مش مشغولة بيا، مش مهتمة بيا، هي مشغولة بالحاجة اللي معايا. احنا دايما بيتهيأ لنا كده، اللي هو ده انا لو معايا مثلا الحاجة اللي مع فلان دي هبقى مبسوطة، ده انا لو ساكنة في المكان اللي فلان ساكن فيه هبقى مبسوطة، ده انا لو راكبة العربية اللي فلان راكبها هبقى مبسوطة. كلنا بنبص على الحاجة مش بنبص على الشخص، فده يخلينا نقول ان غيرنا هو كمان مش مهتم بينا احنا، يعني مهتم بالحاجة اللي احنا بنملكها. هل النقطة دي بتقول خلاص يبقى احنا بقى ما فيش داعي لإبهار الناس فما نلبسش كويس ونمشي مبهدلين في الشوارع وكده؟ لا خالص، احنا لسه محتاجين نبقى كويسين، شكلنا بريزنتبل، لبسنا لائق، ماشيين في الشارع شكلنا كويس ومهندمين علشان صحتنا النفسية. البني آدم محتاج يبقى شكله حلو علشان يحس حلو. بس الفكرة ان هو ما نبقاش بنعمل كده لإبهار الناس. زي ما قلت لكم ممكن عادي ابقى بجيب الحاجات الغالية قوي البتاع لان انا نفسي فيها، انا بتبسط كده، دي الطريقة اللي بتبسطني. بس اهم حاجة ما يبقاش غرضي انه انا بتبسط كده لان بحب النظرة اللي على عيون الناس واللي على وشهم لما يشوفوني راكبة او لابسة او عاملة اي حاجة. الحاجة التانية بقى، النقطة المهمة في الموضوع ده، ان فعلا الناس اللي احنا بنهتم بيهم اللي هو جوزي، اهلي، قرايبي، اخواتي، اصحابي المقربين، الناس دي لو بتحبنا بجد مش هيبقى فارق معاهم احنا لابسين ايه، راكبين ايه، عايشين فين، ساكنين فين، بنعمل ايه في حياتنا، بنخرج في انهي مطعم، بنسافر انهي مصيف. اهم حاجة ان احنا اخلاقنا كويسة، صحاب كويسين، ابناء برين، اباء جيدين، اللي هو ده هيبقى المهم. الناس اللي بتحبك فعلا، اللي هو مثلا لو انت راجل، مراتك لو بتحبك فعلا مش هيبقى هاممها انت راكب عربية ايه، هيبقى هاممها انت شخص كويس ولا لا، وهكذا بقى. اللي هو يعني كل الناس اللي في حياتنا هي اهم حاجة بالنسبة لها انا شخص كويس معاهم ولا لا، هل انا ببروفايد السبورت اللي هم محتاجينه، يعني لما بيبقوا جايين محتاجين لدعم هل انا ببروفايد الدعم ده، ولا ببقى قاعده في عربيتي الماركه الفلانيه وقاعده في شقتي اللي في الحته الفلانيه وهو ده الدعم اللي انا بدعمه. وبصوا في حياتكم برضو على الناس اللي عندها كل الحاجات اللي انتوا نفسكم فيها. اعتقد ان انتوا بنسبه كبيره مش هتكونوا حابين ان انتوا تخرجوا معاهم، لان غالبا شخصياتهم هتبقى بتتمحور حول السطحيه. الناس اللي هي بتروح الجيم عشان تعمل عضلات، عشان تفضل طول الوقت تتصور بالعضلات. ما اعتقدش ان انا نفسي ما بحبش بصراحه الناس اللي هي طول الوقت عايزه بتتكلم عن الجيم وعن جسمها قد ايه كويس وعن السكس باكس والحاجات دي، انا ما بحبش كده. برضو يعني الناس اللي هو اهم حاجه عندهم العربيه بتاعتي تبقى احدث موديل وموديل السنه واحدث حاجه واحسن حاجه، البيت بتاعي يبقى في احسن حته، اللي هو اوكي جود فور يو، مبسوطه لك تماما، بس مش هحب ان انا اخرج معاكم، مش هحب ان انا لما اجي اخرج في سفريه مثلا مش هحب اسافر معاكم، مش هحب اتفسح معاكم، مش هحب ان احنا نبقى اصحاب. ف يعني دايما حاولوا حطوا الموضوع ده في دماغكم، يعني الشخصيه بتفرق اكتر بكتير من اي حاجه ماديه. النقطه السادسه اللي اتكلم عنها مورجان هاوسل هي احنا ليه عندنا bad spending habits او عادات صرف سيئه، يعني بنصرف فلوسنا في حاجات ملهاش لازمه. وهو قال ان اسباب الموضوع ده اسباب نفسيه بحته، فلازم نقف مع نفسنا، لازم نسال نفسنا ايه الحاجه اللي انا بحاول اداريها، هل الحاجات اللي انا اشتريتها زمان وفاكره انها هتخليني مبسوطه هل خلتني مبسوطه فعلا، وخلتني مبسوطه لقد ايه، هل كانت سعاده مؤقته ولا سعاده دايمه، ولا تغذيه لادمان ما عندنا. انا مين، انا عايزه ايه، عايزه احقق ايه، ليه عايزه اللي انا عايزاه، وليه عايزه احقق اللي انا عايزه احققه. لازم نعرف الحاجات دي كلها علشان نعرف نعالج العادات الخاطئه عندنا في صرف الفلوس. طيب بس انا دلوقتي بحس ان انا لما هشتري الحاجه دي انا مشاكلي كلها هتتحل وهبقى سعيده forever. احنا محتاجين نقف مع نفسنا في الموضوع ده كله، هل فعلا مشاكلك هتتحل ولا هتزودي على نفسك مشاكل زياده في ان انتي لو انتي لسه قابضه مثلا مرتبك حالا او لسه نازلك بونس او اي حاجه هتقومي صارفه في الفلوس على الحاجه اللي انتي عايزاها، وبعدين ليتر اون هتكتشفي ان كان في حاجه اساسيه انتي كنت محتاجاها وكنت لازم تجيبيها، بس انتي اتسرعتي واشتريتي حاجه تانية مركونه عندك فرحتي بيها يوم يومين، بس خلاص ما بقاش معاكي فلوس دلوقتي تجيبي الحاجه الاساسيه. لازم ان انت تقفي مع نفسك وتسالي نفسك هل هتحللي مشكله فعلا، ولا انا بيتهيألي كده دلوقتي لان انا عندي ادمان شراء وعندي ادمان سعاده لحظيه ودوبامين مؤقت. النقطه اللي بعد كده بقى دي نقطه حلوه جدا وبجد عايزاكم تركزوا فيها لان هتفرق معاكم جدا زي ما فرقت معايا.
انا دلوقتي واحده مرتبي متوسط وشايفه يعني ان ايه يعني ال 200 جنيه اللي انا هوفرها في وجبه او هوفرها في حاجه شفتها في الشارع وانا ماشيه وعجبتني، وايه يعني ده 200 جنيه ده 150 حاجه، يعني مش هي اللي هتفرق، يعني مش هي دي اللي هتوصلني لاهدافي وهي دي اللي هتغير لي حياتي. بما ان هم امريكان فكان بيتكلم على الدولار، انا ليه اوفر دولار لما ممكن اصرفه واتبسط دلوقتي؟ يعني انا ليه احرم نفسي من سعاده مؤكده دلوقتي لمجرد ان انا اوفر دولار واحد للمستقبل وانا متاكده ان هو مش هيعمل حاجه. بيقول ان احنا لو فضلنا نفكر بالعقلية دي اللي هو ليه احرم نفسي من سعادة مؤكدة حتمية حالا علشان احصل على سعادة مستقبلية الله اعلم هتيجي ولا لا، هنتعب. بيقول ان احنا لو غيرنا بس تفكيرنا من ان انا بدل ما هحرم نفسي من سعادة دلوقتي علشان سعادة مؤجلة او سعادة لاحقة الله اعلم هتيجي ولا لا، انا كأني بشتري راحتي في المستقبل، كأني 200 جنيه أقرب لهدفي في المستقبل، كأني 200 جنيه بشتري بيهم أماني ونومي على المخدة وأنا عارفة إن أنا معلياش 200 جنيه زيادة في الدين. بس نغير عقليتنا من عقلية اللي هو ليه أحرم نفسي دلوقتي، ده 50 جنيه يعني هتعمل إيه؟ لأ، بدل ما اقول انا هحرم نفسي دلوقتي اقول انا بشتري اماني المستقبلي ووقتي في المستقبل، لان كل جنيه انت بتصرفيه على التقسيط او على الدين او على الكريدت كارد ده جزء من مستقبلك وجزء من وقتك المستقبلي ضايع وفي ايد حد تاني مش في ايدك انت بدل ما هتصرفي دلوقتي 50 150 200 جنيه انت هتشتري بيهم راحتك في المستقبل. انت 200 جنيه اقرب للحاجه اللي نفسك فيها. الفليكسنج او الفشخره الحقيقيه مش في امتلاك الاشياء الغاليه قد ما هي في امتلاك فلوس انا قادره اتسند عليها وقادره تخليني حره في ان انا اقدر اشتري الحاجه اللي انا عايزاها في الوقت اللي انا عايزاه، ما استناش لما اسد الديون بتاعتي، ما استناش لما المرتب ينزل، ما استناش لما ينزل عليها خصم. انا عايزه حاجه دلوقتي فانا هشتريها. دي حريه مش متوفره عند الناس اللي بتصرف فلوسها اول باول. حريه كمان ان انا حاسه بالامان ان انا لو حصلت لي اي مشكله ما، ودي حاجه وارده جدا على فكره لان احنا عايشين في حياه مش ورديه، احنا عايشين في حياه عاديه، وارد جدا ان احنا تحصل لنا مشكله ما، بس انا حاسه بالامان ان انا لو حصلت لي مشكله ما انا هبقى مطمنه لان انا عندي فلوس اتسند عليها لو لا قدر الله حصل لي حاجه مش كويسه. اخر نقطه هختم بيها الفيديو هي نقطه جميله قوي اتكلم عنها مورجان كده في نص البودكاست، كان بيتكلم على اكتر ناس سعيده هو شافهم في حياته كانوا ناس عايشين حياه مودست يعني متواضعه. مودست حتى وهم معاهم فلوس كانوا عايشين في بيت عادي، بيت متوسط، مش اغلى بيت ولا افقر بيت، وكانوا معاهم عربية متوسطة، عربية جيدة بتوصلهم من مكان لمكان، تعمل الشغل اللي مطلوب منها بس مش الغرض منها ان انا اتمنظر بيها او اتفشخر بيها على اللي حواليا. مدخلين ولادهم مدارس تعليمها كويس، مش شرط تكون اعلى مدارس ولكن مدارس هم واثقين ان التعليم بتاعها كويس، مهتمين جدا بالوقت اللي بيقضوه مع اهلهم وقرايبهم واصحابهم، مهتمين بنوعية اكلهم ومهتمين باجسادهم وبصحتهم وبالرياضه اللي بيعملوها. هي دي الحاجات اللي بيحطوا فيها فلوسهم ومش بيحطوا فلوسهم في اي حاجه تاني غرضها المنظره. كل ده بيحصل رغم مقدرتهم على ان هم يجيبوا حاجات اغلى من اللي عندهم، ولكن هم بيهتموا بالكواليتي وبان الحاجه تخدمهم ومش بيستخدموا الفلوس كمسطره زي ما اتفقنا في الفيديو اللي قبل كده علشان يقيسوا بيها هم اعلى واحسن من الناس اللي حواليهم بقد ايه. هم بيستخدموا الفلوس استخدامها الصح وهو انها اداه بتحسن لهم جوده حياتهم وبتسهلها عليهم، بس مش عشان يتمنظروا بيها على الناس. الفيديو خلص والبودكاست كمان خلص، يا رب يكون الفيديو عجبكم وسوري اني طولت عليكم بس انتوا اللي طلبتوا جزء تاني بقى معلش. فبجد اتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو ده لان انا نفسي استفدت وانا بعمل الفيديوهين دول، استفدت جدا وكمان ثبت المعلومه في دماغي اكتر واكتر. لو الفيديو فاتكم اكتبوا لي تحت في الكومنتس، بجد حابه اعرف رايكم واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو تاني جديد قريب. باي باي.